السلام عليكم. طبعا كلنا اليومين اللي فاتوا تابعنا المسرحية اللي بتشتغل بقالها أكتر من سنين وبيأدوا لها، وشفنا القتل في إخواتنا من الأطفال ومن النساء ومن الشيوخ. وعشان المسرحية تكمل شفنا كمان الكومبارسات العالم كله زي الأمم المتحدة وزي مجلس الأمن، صم بكم عمي، كأنهم مش شايفين أي حاجة. بس هنا ظهرت كتير جدا من الناس وأغلبهم للأسف من الناس اللي احنا واثقين فيهم وفي إيمانهم، طلعوا بيسألوا يقولوا هل الله ظالم؟ هل ربنا ظالم؟ هو ربنا مش شايف اللي بيحصل؟ هو ربنا مش شايف كل القتل ده كله؟ هو ربنا مش شايف الظلم والافتراء ده كله؟ هو ربنا ساكت ليه؟ ربنا خلينا نرد رد منطقي جدا، مش هنخون الناس ديت ولا نرد عليهم رد غير منطقي. رقم واحد، الناس اللي بتقول كده، أول حاجة ده سوء أدب مع الله. إن الله يعلم كل ذلك وبإرادته ومن قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان مكتوب في اللوح المحفوظ كل شيء. فربنا عالم كل ده وعالم ما سيكون كمان. طب رقم اتنين، وهنا أنا كأني بدردش معاك مع إخواتي، هو أنت منتظر إن ربنا ينزل يحارب لك؟ يعني بجد مش فاهم. ما تبص للأنبياء، بص للسيرة اللي كانت قبل كده. زمن سيدنا نوح عليه السلام ما كان سهل ان ربنا يغرق الارض كلها من اول مره. ليه امر سيدنا نوح ان يبني السفينه؟ اخذ الاسباب. هل سيدنا يحيى لما اتقتل والانبياء اللي قتلوهم بني اسرائيل ما كان ربنا سهل ان ربنا ينقذه؟ لكن دي ابتلاءات، دي سنن الله في الكون. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لو كان دعا ربنا من اول يوم ان ربنا ينصره كان نصر وكان يوفر كتير من الحروب على المسلمين. لكن سبحان الله انت مأمور تاخذ بالاسباب. هل انت اصلا مستعد للنصر؟ هل انت تستحق النصر؟ هي معادله، بس احنا اللي بنغفل قراءه القران. رقم واحد في المعادله، ان تنصروا الله ينصر. هل انت نصرت ربنا؟ يعني انت بدل ما تيجي تقول هو ربنا مش شايف كل ده، هو ربنا ما بيعملش حاجه ليه؟ انت عملت ايه؟ انت نفسك عملت ايه؟ ان تنصروا الله ينصركم، انت نصرت ربنا؟ كم واحد مساجد فاضيه، الزنا في كل مكان، التحرش في كل حته في الشارع، التبرج يعني ملايين، اكل اموال الناس بالباطل، الربا، الفواحش، سب الدين والشتائم والقصف المحصنات، القتل دلوقتي بقى اكتر من شرب الميه. انت بتتكلم في ايه؟ انت ما نصرتش ربنا في حاجه واحده عشان تطلب النصر من ربنا اصلا. انت الامه بتاعتك دلوقتي هي دي الامه اللي تنصر اصلا. ما نصرتش ربنا فما تنتظرش نصر. زي ما بنتكلم طول عمر، واحد زائد واحد بيساوي اتنين، انت ما عملتش ولا واحد ولا اتنين، منتظر النصر ازاي؟ طب الايه الثانيه، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. هنا ربنا ما قالكش ان انت تبقى الافضل تكنولوجيا والافضل تقنيا وتبقى الاقوى في الجيوش وافضل في الحداد وافضل في العدد، لا، قال لك ما استطعتم. ربنا مش طالب منك غير ان انت تعمل كل ما قدرت، خد بالاسباب لحد الامكانيات المتاحه ليك. وبعد كده ربنا بيقول لك سيب الباقي عليا انا. كل حاجه مالكش دعوه بيها بعد كده. انت مش مسؤول عن النتيجه، انت مسؤول عن الاخذ بالاسباب. هل انت خدت بده؟ طب انا اسالك سؤال، في شرطين لازم يتوفروا عشان تنتصر قولا واحدا. رقم واحد، هل انت عندك القدره الايمانيه وعندك القدره البدنيه؟ يعني دلوقتي لو ربنا كرمنا وحصل جهاد وكل المسلمين قاموا وهنحارب الكيان، رقم واحد القدره الايمانيه. ما تقنعنيش ان الشباب اللي ما بتقدرش تشيل الغطا من على نفسها وتقوم تنزل تصلي الفجر في المسجد هو اللي هيروح يجاهد في سبيل الله ويضحي بحياته. والله مهما واحد يقف قدامي ويقعد يقسم بالله، ما فيش شباب كتير يقول لك بس تقوم الحرب وانا والله انا اول واحد في الصفوف، ده احنا هنعمل، ده احنا هنسوي. يا راجل انت بتسمع الاذان ما بتقدرش تقوم تخش المسجد، فهتشيل سلاح وتروح تموت في سبيل الله؟ انت بتضحك على نفسك ولا بتضحك عليا؟ طب رقم اتنين، القدره البدنيه. لو قامت حرب انا اسف، انت عندك القدره الصحيه والبدنيه في ان انت تقدر تحارب؟ مفيش. مفيش. اخر حاجه الواحد دلوقتي بيفكر فيها ان هو يلعب رياضه، فمفيش. انت مجهز نفسيا ان انت لما يحصل حاله حرب تسيب امك وابوك واخواتك ومراتك واولادك ومالك وشغلك وحياتك كلها
وكلها وتاخد سلاحك وتروح رايح في سبيل الله نية واحدة، النصر أو الشهادة، أنا مش هرجع من هناك. مفيش. الموضوع مش كلام على الفاضي. الموضوع إن الله ظالم. ظالم مين؟ ده أنا عايز أقول لك إحنا ربنا بيعاملنا بالرحمة مش بالعدل، لأن لو بالعدل على اللي إحنا بنعمله ده كله كان اتفسد بينا الأرض أصلا. لكن ده سنن الله في الكون. أنت الأمة عندك ضعيفة، وكلنا عارفين الأسباب، من فرقة، بعد عن الدين، وظهور الفواحش، وكل حاجة غلط بنعملها. سيدنا عمر بن الخطاب كان ليه مقولة شهيرة جدا اتقالت في أهل الغزوات. لما اتأخر النصر، لما سأل قالوا له إن الحرب كانت بدأت الضحى وخلصت على المغرب، كام ساعة؟ قال لهم لقد تأخر النصر. ليه بقى يا سيدنا عمر؟ قال لك إيه؟ إنما النصر ليس بكثرة عدادنا أو قوتنا، ولكن بكثرة ذنوبهم وقلة ذنوبنا، فإذا تساوت ذنوبنا وذنوبهم أذلنا الله. إحنا عديناهم أصلا في الذنوب. يا راجل أنت بتقنع المسلم دلوقتي بالصواب، أنت بنهرج. فأنت منين بتقول ربنا ظالم؟ أنت ما أخدتش بالأسباب. كل واحد لما يطبق شرع ربنا في بيته ويتقي الله في شغله وفي بلده وفي أمته، ويبقى عنده ضمير وعنده دين وعنده أخلاق، ويربي أولاده من صغرهم نشأة صح على الأخلاق وعلى الدين وعلى إنه يبقى راجل، ساعتها هيبقى في جيل يقدر يوقف الأمة وتتحد إنها تقدر تدافع. لكن هندافع إزاي؟ أنت بتقنع مين بمين؟ فيا ريت الناس اللي عمالة تقول ربنا فين ربنا فين ربنا فين، أنا مش هسأله غير سؤال واحد بس: أنت فين؟ واقعد وراجع حساباتك كويس قوي، هتلاقي إن أنا كلامي صح. لكن آخر حاجة حابب أنهي بيها الفيديو، افتكر دايما حسن الظن في الله والآية دي: وإن العاقبة للمتقين. سلام.